السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن مهران في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو التوتر. حريف بتنزل في التدريب بتكسر الدنيا، بتيجي وقت الماتش مفيش، تلاقي نفسك ما عندكش كورة، الكورة تجيلك تلاقي نفسك الكورة بتخبط بين رجلك الاتنين، كل حاجة اتعلمتها في كرة القدم ما تلاقيهاش موجودة. ليه يا معلم؟ ايه اللي بيحصل؟ بيخليك في الماتش اول ما تنزل والماتش يبدأ وحكم يصفر تلاقي نفسك مش موجود في الماتش. في الفيديو ده هكلمك على 6 خطوات عملية لو طبقتهم بجد، وكل خطوة كده خدتها واحدة ورا واحدة ورا واحدة، انسى ان انت تتوتر في الماتش. والله العظيم الموضوع سهل ونفسي اكتر من تدريبي. فانا هتكلم معاك النهارده على خطوات ال6 لو طبقتهم مع بعض انسى ان انت تتوتر في الماتش تاني. اول حاجه هنعملها لازم نحدد المشكله اللي هو ايه. هو انا امتى بتوتر؟ ايه اللي بيحصل في الماتش بيخليني اتوتر؟ ليه كل الحاجات اللي انا اعرفها في كره القدم اول ما بنزل الماتش بتروح مني؟ ليه بحس ان انا مش عارف العب؟ ليه بسمع دوشه وزحمه في الملعب؟ ليه؟ حضرتك دلوقتي هتعمل حاجه بسيطه جدا، هتمسك ورقه وقلم وهتكتب اكتر المواقف اللي انت بتحس فيها بتوتر. في لعيب بيتوتر اول ما الكره تجيله، دي ليها حل. في لعيب اول ما ينزل الماتش نفسه يروح، فدي ليها حل. في لعيب اول ما ينزل الماتش يعرق وتلاقي رجلك كده عماله تترعش، دي ليها حل. كل حاجه ليها حل. هتمسك ورقه، كراسه وقلم وهتقعد تكتب: انا بتوتر لما بستلم الكوره، انا بتوتر لما باجي قدام الجون في الانفراد، انا بتوتر لما حد يقعد ينده عليا. هتكتب كل حاجه بتخليك تتوتر، وبعد كده في الخطوه رقم 2 هقول لك نصلحها ازاي. دلوقتي الخطوه رقم 2 علاج المشكله او بدايه علاج المشكله. حضرتك هتفتح الكراسه اللي انت كتبت فيها وتكتب وتبص. رقم 1: أنا بتوتر لما بستلم. هتعمل إيه؟ هتجيب واحد صاحبك يلعب لك باص، تبدأ تشتغل مع زميلك باص، تبدأ تشتغل على تدريبة التمرير في المنطقة اللي أنت بتوتر فيها. أنت بتوتر لما الكرة بتجي لك، هتعمل إيه؟ تبدأ تشتغل تدريبات بسيطة أنا هبدأ أقولها لك دلوقتي. أول حاجة تشتغل باص أرضي مع زميلك، لمسة ولعبة، لمسة ولعبة، لمسة ولعبة. بعد كده هات واحد صاحبك ما بيعرفش يلعب، وده أحسن لعيب يمرنك. اللعيب اللي ما بيعرفش يلعب اللي هو بتيجي الكرة كده قنبلة خد بوم. ليه؟ ده هيديها لك نفس رتم الماتش. ان كرة القدم عمرها ما هتجيلك مناسبة في الماتش، بالعكس الكرة هتجيلك صعبة، هتجيلك مزقوقة جامد، هتجيلك باور زيادة، هتجيلك عالية عن الأرض شوية، اللي هو أنت مش عارف استلامها بالفرد ولا امتصها ولا ببطن رجلي. عارف أنت الكرة اللي بتعمل مشاكل دي؟ هي دي الكرة اللي هتجيلك في الماتش. غير كده بقى الكرة اللي تجيلك 100% وتستلم وتعدي من جون، لا. لو أنت بتتوتر عند استلام الكرة حبيبي ما تلعبش على جون، العب على ضغط إيجابي، اشتغل تدريبات روند. الكرة لما تجيلك معاك متر في متر، الكرة ما تخرجش عندك في الاستلام. الكرة لما تجيلك هات مدافع يضغط عليك، ما تلعبش في بيئة مناسبة نهائي. طب انا بتوتر يا كابتن مهران من انفرادات، هتجيب حارس مرمى حلو انت من صحابك واشتغل عليه انفرادات، استلم يا معلم وروح على الانفراد حطها له. حطها له مره في الضيقه اليمين مره في الضيقه الشمال، اتعلم الاتجاه اللي تروح فيه قدام الجون. هو مش اي حاجه خدها واروح انفراد، هو الانفراد ليه اصول يا جماعه. لما الكره تجيلك وانت رايح انفراد ده ليه اصول. انت مش بتاخد الكره وتروح كده لله وللوطن، لا. في طريقه ازاي ادخل اجيب جون في الانفراد. ولو عايز تعرف ايه الطريقه اللي انت ازاي تجيب بيها جون في الانفراد اكتب لي في التعليقات وهعمل لك فيديو قدام الجون قدام المرمى. الخطوة رقم 3: تجاهل الغلط. يعني ايه تجاهل الغلط؟ يعني دلوقتي انا رايح اجيب جون، حطيت بطن رجلي فالكرة للاسف قلشت مني، فجت من تحت الكرة هوب طلعت بره. زعلت، زعلت، قعدت اهبد في الارض بقى ودراما كوين والكلام ده كله. طب وبعدين؟ هفضل بقى سايب ال 90 دقيقة كلها مركز في الدقيقتين اللي انا ضيعت؟ لا، اكني مش حاجة حصلت. تمالك نفسك وابدا اشتغل عادي. لو لعيب زميلك بدا يزعلك في الماتش روح اتكلم مع مدرب الفرقه، قول له انا ما بعرفش العب كتير تحت ضغط، زميلي عمال يكلمني، زميلي عمال يوبخني، زميلي عمال يزعق لي، فالكلام ده ما ينفعش. فانت عادي غلط تدارك الغلط وعادي، كل الناس بتغلط، مفيش لعيب كوره ما بيغلطش، مفيش لعيب كوره عندك. يعني في واحد غلط مصر ما سمتش عليه، حسين الشحات الكوره اللي ضيعها الله اكبر عليه 4-3 او 4-2 في موقف
من اسهل المواقف اللي كانت تقدر تجيب البطوله للاهلي او الماتش ده للاهلي. بس اهو لعيب كبير بملايين الفلوس غلط غلط عادي. الاعلام ما سابهوش والمصريين ما سابهوش والناس في القهاوي بهدلته، بس ما فيش مشكله. كل اللعيبه بتغلط، اللعيب الحريف او المحترف هو اللي بيتدارك نفسه بعد الغلط. فما تقعدش تفكر لي في الهجمه اللي ضاعت وتسيب بقيه الماتش. هجمه ضاعت منك عوض في الهجمه اللي بعديها اللي بعديها، المهم فرقتك تكسب. خلاص يا نجم. دلوقتي ننتقل للخطوه رقم 4، ودي من اهم الحاجات. اللعيب اللي بيتوتر، اللي مش مدرك ايه اللي بيحصل في الماتش. انت دلوقتي لعيب كوره، لما جت الكوره جيت بترفع عينك لقيت مدافع ومهاجم وناس بتطير وناس بتطلع نار من بقها. لا، ما انت مخضوض، اتخضيت، اتوترت، فقدت الكوره، زمايلك مش هيسيبوك، المدرب هيبقى ايه، حاسس ان هو هيبدلك والكلام ده كله. لا. طب انا ازاي اعالج بقى الحته دي؟ تعالج الحته دي حبيبي بالاسكان. طول ما انت واقف فاضي في الماتش، ودي اكتر حاجه انا بعلق عليها يا جماعه، الاسكاننج او المسح البصري في الملعب من اهم مهارات كره القدم. ركز، انا دلوقتي عشان ابقى لعيب كوره لازم ابقى شايف ايه اللي بيحصل في الماتش. ما ينفعش الكوره تجيلي اتخض وبانك وايه العباطه دي. لا، الكوره جات لي انا عارف اعمل ايه. عملت سكان فشايف ان اللعيب جاي من هنا فاستلم من الاتجاه المعاكس. الكرة جايه لي فاللعيب جاي من هنا بستلم بالاتجاه المعاكس على طول. الكرة جات لي فزميلي شايفه وهو بيجري وشاور لي، اول ما تجيلي احطها له هناك. فانا بقيت محضر بلان لنفسي في الموقف ده، بناء عليه التوتر هيقل شويه. التوتر هيقل مع ادراكك للماتش او ادراكك للموقف اللي انت شغال عليه. اي لعيب بيتوتر ده لعيب ما بيعملش سكان في الماتش، ده لعيب ما بيحضرش الخطوه اللي هتتعمل في الماتش. رقم 5، طور ذكائك الكروي في الماتش. اتفرج يا جماعة، اتفرج على ماتشات كتير، اتفرج على نفسك في التمرين. دلوقتي انت عندك ماتش، لم انت واصحابك فلوس وهاتوا مصور يصور لكم الماتش. بعد ما تخلص خد الفلاش، اقعد اتفرج، اقعد طول الساعتين او الساعة ونص بتعمل كده بتفرج. انا لما كنت استلمت كنت المفروض ابص على اللعيب ده فالعب لده. وكنت بص انا لا طلعت في الهيدر، التايمنج بتاعي كان بدري فاللعيب طلع بعديه، فهو اللي استفاد بالكوره. انا ما حجزتش. ايوه ده تصدق اكس كان فاتح المفروض كنت العب له. ايوه انا عملت استلامه غلط. يا جماعه اتفرجوا على نفسكم، كل واحد يتفرج على نفسه. حبيبي انت لما تتفرج على نفسك انت بتطور نفسك، ما انت بتشوف نفسك من بعيد بقى، من الملعب ذات نفسه. طب احنا كلنا بنقعد على القهوه نحلل ميسي بيلعب ازاي وكريستيانو رونالدو مستواه قل، ومعلش يعني ما احنا بنحلل اللعيبه، احنا عمرنا ما هنلعب زيهم. فبعد اذنك اتفرج على نفسك، طور من نفسك، حلل اداء نفسك. شوف لعيب انت بتحب تلعب مركزه العب معاه، يعني العب معاه بعينك، ان انت تقعد تتفرج له هو على الماتشات. نزل كده اقول انا بلعب مثلا مركز كذا وهتفرج على ارض اوف مثلا بوسكيتس، عشان انا كنت بلعب مكان بوسكيتس. لا، العب مكان بوسكيتس، اتفرج على بوسكيتس، اتفرج على دورانات بوسكيتس، اتفرج على السكاننج بتاع بوسكيتس، اتفرج على كل حاجه. مش بوسكيتس بس بقى، عندك بقى انت بتجيب كل لعيب انت بتحبه او نفسك تلعب زيه تتفرج عليه. مش عيب يا جماعه، مش عيب. انا لازم اتعلم، انا بتعلم عن طريق في تعلم بدني وتعلم بصري وتعلم عقلي وتعلم مش عارف في ايه، كل حاجه وليها. فبعد اذنك، بعد اذنك حاول تتفرج على نفسك كتير. اخر حاجه رقم 6، وما تنساش لو انت وصلت في الفيديو هنا فانزل اكتب لي في التعليقات ايه المركز اللي انت بتلعب فيه وازاي تعدي في المركز ده، ازاي تنجح في المركز ده، ازاي اجيب جون من المركز ده. اكتب لي في التعليقات وانا والله هرد عليكم، وانتوا كومنتاتكم هي اللي بتساعدني ان انا اكمل في المحتوى، وبالعكس بتديني افكار جديده اللعيبه عايزه ايه. اللعيبه بتاعت الملعب الاسئله اللي هي بتسالها دي بحوشها وببدا اتكلم عليها في فيديوهات. تمام. فندخل في اهم نقطه، خليك لعيب بارد. هو ايه اللي هيحصل؟ هتخسر عادي، ربنا يسهل ويعوض في اللي بعديه. متوتر ليه؟ ايه اقصى حاجه هتحصل؟ المدرب هيطلعني معلش عادي. في لعيبه احسن مني وطلعت، في لعيبه تم اكتشافهم وهم عندهم 26 سنه يا جماعه. فبعد اذنك ما تتوتر. ايه اقصى؟ طول ما انت مفكر ان انت خايف تغلط فانت اوريدي بتغلط، هي دي اصلا الغلطه. فانت هتستفيد ايه؟ معلش حاول تركز في شغلك، في التمرينه، في الماتش. انا جاي بستمتع بكره القدم، غلطت مره عوض،
ما افضلش خايف ان انا اغلط. والله خوفك من الحاجه زي ما بيقولوا مثلا، عندنا مثل جامد في مصر بيقول لك ايه، اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. خايف ان الكره تقطع مني هتقطع مني، انا رايح انفراد وخايف اضيع، انا هضيع. او انا مش يعني مش بتارجت ان انا اجيب جون، انا بتارجت ان انا اضيع. بقول انا خايف اضيع، ليه ما اقولش انا عايز اجيب جون؟ ايوه احط له في الضيق، اعمل فيك تشينج واحط الناحيه الثانيه. هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره. اللعيب اللي بيشغل مخه هي دي الكوره. طبعا يا ريت تمشي على الست خطوات اللي انا قلتهم لك، وبجد هتلاقي مستواك اختلف تماما تماما نهائيا. اخر حاجه، شوف بقى انت تحب تقولها ازاي، عشان بجد كرة القدم بتتلعب بالعقل مش بالرجل. ودي النصيحة اللي بقولها لكم في كل فيديو، ان كرة القدم تلعب بالعقل وليس بالقدم. فبعد اذنك طبق الست حاجات دول وارجع قول لي والله يا كابتن مهران كتر خيرك شكرا ليك. وانا تحت امركم في التعليقات في اي حاجه عايزين تحطوها. الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى في تدريبات هنزل مع اللعيبه، عشان بعض اللعيبه عندي بسبب مشاكل الانديه ما بترضاش تتصور معايا، فما اقدرش اصورهم. الحاجات دي طبعا بتبقى فيها حقوق. فباذن الله الفتره الجايه هحاول استعين بفيديوهات من على النت، بحيث ان انت تبقى التدريبات اللي انت نفسك فيها انا ابدا ارتبها لك كبروجرام كده واديها لك. كان معاكم طبعا كابتن مهران. بجد انا بتشرف بيكم ووجودكم في القناه. ما تنساش تدعمني، لايك وشير مش هيخسرك في حاجه، وكومنت جميل ايجابي زيك. شكرا ليك واشوفك في فيديو جاي.